السلام عليكم، مرحبا بالجميع وفيديو جديد في قناة ريمبوي. ما على باليش إذا سمعتوا بجديد تاع هاسبريس الصحافة المغربية. أولا نقول الصحافة المغربية ماشي باش نهاجم، اتونسيون نو سي با مون بوت، ولكن شفت هذا الفيديو اللي بزاف اتيرا لاتونسيون تاعي. جو سي با لي شفتوه ولا مازال. قال لك هناك محادثة، تسريب لمحادثة يعني مكالمة هاتفية لماكرون يستهزئ فيها بالرئيس تبون، وكذلك بالأسلحة اللي رانا نجيبوها من روسيا، ويدعون بأنه الجزائر راهي جايبتها غير عقاب المروك. يعني احنا ما عندنا ما نديرو، الوغ كو فوالا نهضروا غير عليهم جايبينها غير موراهم، الوغ كو زعما هما ماشي دايريننا كاع في الحساب. على باليش علاش راني نترجم لكم، الوغ كو الفيديو فيه كلش بالصوت وايضا بالترجمه بالعربيه. تبعوا لا فيديو واعطوني آراءكم. أنا شخصيا هذا الفيديو ما صدقتهاش، أظن أنها فبركة. إذا يغ الصوت تاع ماكرون ما جانيش هو 100%. سي فري جو فوا كو يشبهلو شوية، مي نشك جو بونس با اللي هو. اظن انها فبركه، سورتو مع هاد التكنولوجيا اللي راهي دركا راهم يقدروا يديروا بزاف صوالح، بالتغيير الصوت، فوالا المونتاج، بزاف حاجات راهم دوكاتيك في التكنولوجيا هذه راهي يعني صراحه الواحد يصدق يعني، ولكن لا اظن. فوالا اظن انه ما كاش من. هاتوني ارائكم انتوما. وفوالا ان غروسو مودو نظن انه هذا تلخيص لمعتقدات المغاربه، هذاك الفئه الصغيره اللي فعلا هي اللي جايبتها عقاب الجزائر. اظن انهم لخصوها في هذا الفيديو ونسبوها لماكرون. انا نظن انه ماكرون ما عندوش علاقه بالموضوع هذا كامل. فوالا سورتو كي الخبر هذا انتشر غير عند هاسبريس، هذه المجلة ولا مهم هي صحافة مغربية يعني. ايوغ ما سمعناش بالسوجي هذا، لا في الأخبار تاع فرنسا ولا في تاع الجزائر. المهم شوفوا لا فيديو وسمعوا مليح التسجيل الصوتي، وعطوني آراءكم في التعليقات. وسمحوا لي لا طولت عليكم، نحب نكون سبونتاني، ما نحبش نكون متصنعة بزاف. ميرسي. في ظرف قياسي. أما الجزائر فهي مجرد سوق للخردة الروسية. تسريب صوتي جديد منسوب لماكرون يقلب مواقع التواصل الاجتماعي. Tebboune, il n'est qu'un pantin. Il est pratiquement un non-acteur. Il ne prend aucune décision significative. L'Algérie n'a pas de véritable vision géopolitique, à part s'acharner contre le Maroc, qui ne les prend même pas en considération et qui a pris une longueur d'avance considérable. حيث تداول نشطاء التسجيل الصوتي الذي تضمن انتقادات لاذعة للجزائر تصل إلى درجة الإهانة، إذ وصف ماكرون تبون بالساذج وعديم القرار في تلميح إلى تحكم المؤسسة العسكرية في الجزائر، التي اعتبرها ماكرون سوقا للخردة الروسية نظرا لاعتمادها في تسليح جيشها على السلاح الروسي. ويبقى التسريب الذي لم يتسنى التأكد من صحته رهين القراءات المتضاربة بين من يستبعد أن يكون لماكرون موقف قد يضع بلده في أزمة جديدة مع الجزائر، معتبرا أن توقيت التسريب يستهدف تلغيم زيارة تبون إلى باريس، وبين من يرى فيه نظرة ماكرون الحقيقية إلى الجزائر. لا فيديو خلاصت، ما تنساوش تخلوا لنا تعليقاتكم وتشتركوا في القناة. والسلام عليكم.